معاك شوية فلوس قدرت ان انت تحوشهم؟ سألت نفسك تستثمرهم ازاي؟ تعال اقولك. الناس النهارده كلها بتسأل استثمر في ايه، في الذهب ولا في العقارات ولا في البورصة؟ محدش بيسأل السؤال الأهم، هو انا نفسي جاهز ان انا استثمر؟ الاستثمار الحقيقي مش في فلوسك، الاستثمار الحقيقي في نفسك، عقلك، وقتك، مهاراتك، صحتك. ده الاستثمار الوحيد اللي بيجيب مكاسب طول العمر، مش بس لفترة مؤقتة. استثمر في نفسك يعني تبدأ الأساس اللي بيخليك تعرف تتصرف في أي أزمة بتواجهك، تخلق الفرص بإيدك. وده اللي بيحصل ب5 خطوات أساسية هقولك عليهم. كمل الفيديو وما تنساش الاشتراك. أولا، استثمر في المعرفة. اقرأ كتب توسع تفكيرك، تعلمك تبص للحياة بطريقة مختلفة. ابدأ مثلا بكتاب العادات السبعة للناس الأكثر فاعلية ستيفن كوفي. الكتاب ده هيفتح لك باب انك تشتغل على نفسك وتفهم ازاي تبني عادات النجاح خطوة بخطوة، حتى لو صفحة في اليوم. المهم ان انت تبدأ. تاني حاجة ان انت تبدأ ان انت تستثمر في المهارات. سوق العمل بيتغير كل يوم، بيتطور. اللي بيتطور بس هو اللي بيكسب. من أهم المهارات مهارة التسويق الإلكتروني، مهارة الذكاء الاصطناعي، مهارة التواصل والعرض. ابدأ مثلا إن أنت تاخد كورس مجاني في التسويق الإلكتروني، في منصات كتيرة بتعتمد ده. كورس معتمد ومجاني هيخليك تفهم أساسيات التسويق على الإنترنت خطوة بخطوة. بعدين وسع مداركك، إن أنت تبدأ إن أنت تتعلم مهارة واتنين وتلاتة لحد ما يبقى عندك مهارات كتيرة تخلي بيها سوق العمل هو اللي بيدور عليك، مش أنت اللي بتدور على الشغل. تالت حاجة ان انت تستثمر في المنصات التعليمية. ايوه، زي ما اقولك كده، النهاردة مفيش حاجة ان انت تتعلم، لان الانترنت مليان بالفرص ومنصات مجانية. جرب مثلا ان انت تبدأ كورس كيف تبدأ مشروعك الناجح على منصة ادراك. كورس بالعربي ومجاني هيعلمك ازاي تفكر بعقلية رائدة وتبقى رائد اعمال حقيقي. رابع حاجة ان انت تستثمر في صحتك. مفيش قيمة لكل اللي فات لو جسمك مرهق، مخك مش صافي. ابدأ بخطوة بسيطة، امشي نص ساعة كل يوم، نام بدري، قلل سكر، اشرب مية كفاية. زي ما بتغذي عقلك بالعلم غذي جسمك بالحركة. ده هيفرق في طاقتك وفي مزاجك وفي قدرتك على الإنجاز وتعلم كمان الحاجات اللي احنا لسه قايلينها. وتقدر كمان بعد كده ان انت تستثمر صح. بس حاجة، استثمر في علاقاتك. اختار دايما الناس اللي بتخليك احسن. لو حواليك ناس سلبية او بتحبطك، حاول ان انت تقلل احتكاكك بيهم. في المقابل قرب بقى الناس اللي بتلهمك، اللي بتتعلم منها حتى لو اونلاين. زي كده تابع الناس اللي بتشارك محتوى مفيد مش بس للتسلية. قبل ما تدور على مشروع، دور على نفسك. قبل ما تسأل احط فلوسي فين، اسأل ازود نفسي بايه. فلوس ممكن تروح، لكن اللي اتعلمته واللي طورته من نفسك هو اصلا ما يتعوضش. ابدأ النهاردة بخطوة واحدة صغيرة. اقرا صفحة، احضر كورس، تعلم مهارة، او حتى خد قرار توقف عدم ضياع لوقتك. النتيجة مش هتظهر في اول يوم، بس بعد شهور هتلاقي نفسك انسان تاني خالص. ووقتها هتفهم ان احسن استثمار هو استثمارك في نفسك. كانت معكم ملهمة، بشارك برضو محتوى مفيد، يعني تقدر ان انت تستثمر في نفسك معايا هنا في الصفحة. ما تنسوش تتابعوني. باي باي.